الدار البيضاء مشروع تجديد واجهات المباني التاريخية بوسط المدينة لكي تزداد الدار البيضاء جمالية، لكي تصبح فعلا الدار البيضاء بيضاء. هكذا ستصبح البنايات القديمة على مستوى ساحة 16 نوفمبر. كيف كتشوفوا في الصورة البنايات القديمة جميعها اللي دايرة بساحة 16 نوفمبر. هذا فندق المامون، الفندق التاريخي القديم، الأشغال جارية، زنقة طاطا. جميع البنايات التاريخية القديمة سيتم الطلاء ديالها باللون الأبيض لكي تصبح بيضاء. مقهى شوب حتى المبنى يتم الطلاء ديالو كله. هذه العملية غتتم على شطرين، الشطر الأول خاص بساحة 16 نوفمبر والشطر الثاني خاص بزنقة مولاي عبد الله وبرنس مولاي عبد الله، وفي جميع أزقة شريف أمزيان وزنقة مفتقر عبد القادر وإدريس الحريزي وزنقة معركة أحد وزنقة 16 نوفمبر. كنشكروا جماعة الدار البيضاء سيدي بليوط وبالتعاون مع جمعية الصفاء للتجار على هذا التجديد وواجهة البناية التاريخية وإعادة الاعتبار لوسط مدينة الدار البيضاء، وكذلك استعدادا لكأس إفريقيا وكأس العالم. وهذه البلاصة استراتيجية وسياحية فيها مجموعة من المحلات المعروفة باللباس والمقاهي كذلك المشهورة والمجموعة من المطاعم. الصراحة التفاتة جيدة، خصوصا حنا مقبلين على كأس إفريقيا وكأس العالم، وهاد البلاصة كيف قلنا راه سياحية بامتياز. أي واحد جا كازا كيبغي يجي يشوفها ويدور فيها.